بنص كوباية كاستر هتعملي أحلى كيكة صيامي، بجد خطيرة. وزي ما انتوا شايفين النتيجة، الكيكة قلبها أبيض ولونها فاتح ومسامها كمان ضيقة جدا. بجد لما هتعمليها هتنبهري من النتيجة. وطبعا دي كيكة الشيف ناهد فاروق زي ما قلت قبل كده. بجد تسلم ايديك يا شيف. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق نخلتهم حوالي 4 مرات، وهنا معايا نص كوباية كاستر وهو ده التعديل. وطبعا هو مش تعديل على الشيف، قصدي دي كانت افتكاسة مني. الشيف كانت مستخدمة نص كوباية نشا، فانا قلت لا انا هعملها بدل النشا هنستخدم كاستر. وطبعا زي ما انتوا شفتوا النتيجة معايا في بداية الفيديو. بعد كده معانا معلقة كبيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر، ومعانا رشة بسيطة من الملح، ورشة بسيطة جدا من البيكنج صودا. وزي ما انتوا شايفين المعلقة اللي انا مستخدماها حاجة كده صغنونة جدا، يعني يدوب رشة بطرف ايديكم كده، علشان كمان لو زودنا من البيكنج صودا ممكن يغمق معانا الكيكة. وبعد كده بالمضرب السلك ابدأ اقلب كده المكونات الجافة علشان ندخل هواء اكتر في المكونات. بعد كده هنحضر المكونات السائلة معانا هنا كوباية وربع من عصير البرتقال، وممكن نستبدلها بالسيفن. بعد كده معانا كوباية من السكر، وزي ما انتوا شايفين المج ده بستخدمه في كل المكونات اللي معايا. بعد كده معانا نص كوباية زيت، وياريت يكون عباد الشمس علشان يكون لونه فاتح. وبعد كده معانا نص ليمونة صغيرة. بعد كده معانا ظرفين من الفانيليا، وممكن تحطوا فانيليا بطعم البرتقال لو انتوا حابين طعم البرتقال يكون طعم واضح اكتر. بعد كده معانا معلقة كبيرة من الخل. بعد كده هبدأ أضرب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما تكون معايا خليط لونه فاتح خالص، يعني زي لونه كده أبيض زي ما انتوا شايفين، ويكون الزيت اختفى تماما. نزلنا بالمكونات السائلة على المكونات الجافة، وهبدأ كده بالمضرب اليدوي أفضل أقلب في اتجاه واحد وبالراحة جدا لغاية ما الدقيق يختفي تماما. وطبعا في المرحلة دي انتوا بتقلبوا كده هتلاقوا الخليط طبعا تقيل، مش ده القوام بتاع الكيكة. فهكون طبعا محضرة جنبي كوباية مية سخنة انا غليتها قبل ما ابدأ في تحضير كل المكونات دي. غليتها في الكاتل وسبتها لغاية ما حضرت كل ده. وبعد كده هجيب المية وانزل بيها على طول. بس هنا مش بننزل بالمية كلها، هنزل بنص كوباية كده او بربعها، وهقلب واشوف القوام معايا مظبوط ولا لا. هفضل اقلب لغاية ما المية تختفي تماما، وهشوف القوام بتاعي عامل ازاي. بصوا كده بالنسبة لي القوام تمام، يعني بالظبط اخدت نص كوباية من المية المغلية. طبعا معانا هنا صينية دهنينها كويس بمادة دهنية، هننزل بالخليط ده في الصينية. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. بعد ما نزلنا بالخليط في الصينية كده بنديلها خبطتين على الرخامة، وبعد كده بنجيب عصاية الشيش ونبدأ نعمل خطوط بالشكل ده علشان لو في أي فراغات هوا تبدأ تطلع. بعد كده ناخد الصينية دي وندخلها في الفرن، وبنسيبها في الفرن لمدة ساعة ما بنفتحش عليها. وبعد كده بنخرجها بالشكل ده ونبدأ نقلبها، وتعالوا نشوف الجمدان عامل ازاي. شايفين شكلها خطير ولونها تحفة بجد. تعالوا نقلبها كده مع بعض ونشوف. شايفين الجمدان؟ عالية ولونها فاتح، وعايزة اقول لكم الريحة بتاعتها كانت خطيرة. وطبعا المفروض نبدأ نقطعها لما تبرد، بس طبعا انا الفضول كان واكلني. ويلا بقى نشوف. بصوا انا انبهرت بجد من النتيجة. زي ما انتوا شايفين كده بجد خطيرة. ولو الكيكة ما خدتش اللون ده من فوق ممكن تفتحوا عليها الشواية لمدة دقيقتين وهي هتاخد اللون ده. طبعا ده في حالة لو هي اخدت اللون من تحت ومن فوق لسه. تعالوا بقى لما نشوفها من قريب عاملة ازاي. بجد خطيرة، اللون من فوق ومن تحت والسوا بتاعها مظبوط. وشايفين ازاي وبصوا مهما تضغطوا عليها بترجع تاني، يعني فعلا تحسوها قطعة اسفنج بين ايديكم. وتعالوا نقطعها بقى. وشايفين الجمدان؟ بجد خطيرة. اعملوا الكيكة دي وانا واثقة مليون في المية ان هي تعجبكم ومش هتندموا. وده بقى كان فيديو النهاردة ووصفة النهاردة. لو عجبتكم ياريت تعملوا لي لايك كتير وشير كتير، وما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوة، وتشجعوني دايما علشان يوصل لكم كل جديد مني. وده بقى كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم.